الحبس بسبب الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة. السلام عليكم. في الحلقة اللي فاتت عرفنا ازاي الزوجة تقدر تنفذ حكم النفقة وتحصل على حقها بعد ما تكسب القضية، لكن في سؤال مهم جدا بيجي بعد كده في اذهان حضراتكم وبيقول طيب لو الزوج ما دفعش ولو بيماطل او بيرفض ينفذ رغم ان معاه فلوس، القانون هنا بيوفر وسيلة قانونية قوية وهي الحبس للزوج اللي بيرفض ينفذ الحكم رغم قدرته ويساره، وده طبقا للمادة 76 مقرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2000. المادة دي من قانون الاحوال الشخصيه بتقول ببساطه ان لو مع حضرتك حكم نهائي بالنفقه زي نفقه الزوجيه او التعليم او الحضانه او غيرها، والزوج ممتنع عن الدفع والمحكمه اتاكدت انه يقدر يدفع، ممكن القاضي يامره بالدفع فورا، ولو رفض يتحبس لمده ما تزيدش عن 30 يوم. يعني ايه قادر ورافض؟ يعني الزوج حالته الماديه كويسه وعنده شغل وعنده ممتلكات وعنده حساب في البنك، بس بيتهرب وبيماطل وبيقول ما عنديش، وهو في الحقيقه مقتدر. طيب تعملي ايه كاجراءات قانونيه عشان تاخدي حقك؟ اول حاجه حضرتك بتتوجهي للمحكمة اللي أصدرت الحكم وبتقدمي طلب تصويت منازعات في المكتب المختص داخل محكمة الأسرة، وبيتحدد جلسة للحل الودي ويتم إعلان الزوج. لو حضر وسدد يبقى كده تمام، أما لو ما حضرش فبترفعي حضرتك الدعوة، وهي دعوة اسمها دعوة متجمد دفع. ولو معاكي أي مستندات أو أدلة تثبت يسار الزوج قدميها في الدعوة، ودي كتيرة جدا، ومنها على سبيل المثال مفردات المرتب أو إثبات الدخل أو مستند يثبت امتلاكه سيارة أو حساب بنكي أو أي مستندات أخرى. المحكمة بعد كده بتحدد جلسة ويتم إعلان الزوج اللي ممكن يحضر وممكن ما يحضرش. لو حضر ما يبقاش قدامه غير السداد او طلب تقسيط المبلغ، فلو سدد في الجلسه كده القضيه خلصت. اما لو طلب السداد على دفعات او تقسيط المبلغ، فالمحكمه هنا غالبا بتاجل الجلسه وتطلب تحريات بمدى يسار الزوج، وبيتاخد قرار في الجلسه التاليه اما بتقسيط المبلغ او السداد على دفعه واحده. وساعتها المحكمه بتدي الزوجه اجل مناسب لجلسه تانيه بيقوم فيها الزوج اما بالسداد وينتهي الموضوع، او اذا لم يسدد رغم يساره ومطل في السداد وما كانش جاد في السداد او ما حضرش اصلا في جلسات الدعوه، فهنا المحكمه بتحكم عليه بالحبس لمده 30 يوم. طيب بالنسبه للزوج اللي بيتحبس في متجمد النفقه، ازاي ممكن يخرج من الحبس؟ باختصار الحلول اللي يملكها الزوج عشان يخرج من الحبس لو تم القبض عليه بسبب متجمد النفقه وحكم الحبس الصادر عليه، اتنين ملهمش تالت: اما ان يقوم بالسداد الكامل او تقديم كفيل تقبله الزوجه يتعهد بسداد المبلغ المتجمد على الزوج، وبيتم اثبات ده واخلاء سبيل الزوج فورا بمجرد السداد او بمجرد قبول الزوجه للكفيل الذي قدمه الزوج. وفي ملحوظه مهمه جدا: الحبس في متجمد النفقه مش حبس جنائي ولا قضيه جنحه، ده اجراء قانوني الهدف منه ان الزوج ياخد الامور بجديه ويدفع فلوس اللي عليه. يعني هنا الهدف التشريعي او القانوني مش حبس الزوج لمجرد العقاب بالشكل الجنائي المتعارف عليه، لا، بيحبسه عشان يضغط عليه ينفذ الحكم ويدفع الفلوس المتجمده عليه او الفلوس اللي عليه للزوج. وهقرب لكم الكلام ده بمثال: لو مثلا زوج عليه نفقه متجمده بمبلغ 20,000 جنيه وفضل يماطل واتحكم عليه في دعوى متجمد بالحبس لمده 30 يوم وتم القبض عليه واتحبس، فممكن بعد ما يتم حبسه بعد ايام، مثلا بعد 10 ايام، بعد 15 يوم، يدفع الفلوس اللي عليه ديت، وببساطه بمجرد السداد فبيتم اخلاء سبيله، مش بيستمر في تنفيذ الحكم الصادر عليه بالحبس 30 يوم. وبس كده، دي كانت حلقتنا عن حبس الزوج لعدم سداد متجمد النفقه للزوجه. اتمنى اكون قدمت محتوى مفيد لحضراتكم، وانتظروا الحلقه القادمه في سلسله النفقات، هنتكلم عن الجنحه الجنائيه في حاله الامتناع عن الدفع، واللي فيها الحبس للزوج بيكون جنائي وموجب الماده 293 من قانون العقوبات. اسال الله لي ولكم من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم، واعوذ بالله لي ولكم من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ما تنسوش الاشتراك في القناه ومشاركه الفيديو، وفي امان الله.